عليكم. سميتي أم ميطو، رئيسة التعاونية ديالنا لإنتاج المواد الطبيعية. التعاونية بديناها في 2015 باش تأسست، والحمد لله بدينا شوية كانوا الصعوبات ودابا الحمد لله. التعاونية ديالنا كاينة في زاوية الشيخ جهة بني ملاك ونفرة، والمنتوجات ديالنا عندنا تقريبا 12 شكل ديال الكسكسو اللي هما كلهم طبيعيين. كاين الخماسي، السداسي، الثنائي، كاين عندنا ديال اللوز، ديال القرقال، ديال الخروب، يعني كاع جميع الانواع ديال الحبوب اللي عندنا في المنطقه ديالنا. عندنا الزميطه اللي هي طبيعيه 100% طيبه بالعواد، وفي الفراح ديال الطين ومطحومه، يعني بحال السلوق، ولكن ما فيهاش شي جديد اخر بيض ولا، يعني كلهم المنتوجات اللي هما طبيعيين. عندنا المنتوجات اخرين ولكن هذوك مازال ما فيهمش الوصفه. هادو هما حاليا اللي هما عندهم الرخصه ديالهم، عندنا العلامه التجاريه، عندنا الشهاده ديال الاكسبور، عندنا الوصفه. وهادو كاع فين كنحطوا المنتوجات ديالنا كنحطوا السوق التضامني اللي في الدار ديال الخليفه العزيز اللي دار سيدنا الله ينصرو للتعاونيات. عندنا السوق التضامني الاخر اللي هو في بنيمه اللي تبع المبادره. عندنا الناس اخرين اللي هما المحلات الاخرى اللي كيديروا المنتوجات ديالنا. عندنا في فرنسا واحد الجمعيه اللي كنا دايرين شراكه معها، حتى هما كيديروا المنتوجات ديالنا كيبيعوهم تما. شاركنا في المعارض كاع ديال المغرب الحمد لله، المعرض الدولي ديال الكناس، المعارض كاع اللي كيكونوا في داخل الوطن وخارج الوطن. شاركنا في الامارات في مهرجان ديال الشيخ زايد، شاركنا في فرنسا تقريبا 4 المرات. العام اللي فات مشينا للمعرض الدولي اللي كان في باريس، وشاركنا معاهم ثاني في اثيوبيا، ونتمنى ان شاء الله نمشيو لجوايه اخرى ان شاء الله. السبب باش غادي نبدا هذه التعاونيه، حيت انا جمعويه من الصغر ديالي. انا خدمت في التعاون الوطني من 75، كنت رائده في 75، ف 81 وليت مدربه، في 2019 وليت مديره في مركز التربيه والتكوين من التعاون الوطني. من تما كنشوف المعاناه ديال العيالات اللي انا عايشه مع البنات، كنعلمهم. انا كنت دايره ديك الساعات صناعه تقليديه، تعلموا البنات وكيجوجوا بناتهم وعلمناهم، يعني بحال بدينا من التعاون الوطني من الصغر حتى حنا التقاعد. من تما جات الفكره بلا المراه تبارك الله عليها عندها ما تعطي، خص غير يشد بيديها، خص غير البدايه كتكون شويه صعيبه. كنشكر الناس اللي شجعوني وقال لك عندك ما تعطي، علاش ما تبدايش. ومع المراه دابا نديرو تجربه، بدينا ب7 عيالات، 7 عيالات لقيت الاقبال، لقيت العيالات باغيين يخدموا. كان مشكل شويه في التسويق حتى تعرف المنتوج ديالنا. المنتوج تيكون صعيب شويه قبل ما يعرفوا الناس المنتوج ديالنا، ولكن انا كنصيحه كنقول اي امراه تبدا تزعم وتبدا بشويه وتخسر، بصح غتخسر الفلوس في البدايه، واحد النهار غادي توصل ان شاء الله، ويكون داكشي نقي ويكون معقول، راه ربي ما غاديش يخيبها. هادشي من حكم التجربه ديالنا. فاش بديت ب7 عيالات لقيت الاقبال، وشويه ولا 13 ولا حتى وصلنا ل 20 مرة. دابا الحمد لله راه كاينه 45 مرة من المستفيدات والمنخرطات. ولا حتى التسويق عندنا الحمد لله مزيان، كان فيها شويه تسويق ناقص. الصعوبات اللي لقينا التسويق ما كانش في الاول، ولكن فاش تعرف المنتوج ديالنا الحمد لله، لان ما كنزكاوش كنسيطروا الكومون. هادشي باش كنشجع المراه تزيد قدام. لقينا صعوبات في الوصفه، باش يكون نقر عندك نبغيو هذا. انا ضحيت، خسرت فلوس من عندي، حيت المراه جايه تخدم ما عندها ما تعطي في البدايه. انا كنقول اللي بغى يدير شي تعاون ولا جمعيه خصو يضحي، خص واحد فيهم يضحي يعطي الفلوس من عنده حتى توقف على رجليها. وما الا كتسنى باش نقولوا نتفاوضوا ونديروا، راه ما عمرها ما غادي توصل. يعني واحد خصو يضحي، ملي غتضحي ربي ما غاديش يخيبك.